وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أثينا عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية. عبد الستار، ما هي التفاصيل لديك؟ نعم، هي زيارة قصيرة جدا للرئيس الأوكراني إلى اليونان، ولكن مهمة جدا. نبتدي أولا برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس. أداء في بداية المؤتمر الصحفي أدان الحرب والصراع، وأعرب عن وقوفه بجانب أوكرانيا مشيرا إلى وقوع ضحايا في الأيام الأخيرة، وأشار إلى أن التضامن مع أوكرانيا في مجلس الأمن، بما أن اليونان بتتبوأ مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وأيضا مع سياسة أوروبا التضامنية مع أوكرانيا. وأشار إلى اتفاقية الغاز وأنها تضمن أمن الطاقة، وأيضا تحدث عن إعادة إعمار أوكرانيا وبمشاركة شركات يونانية. الرئيس الأوكراني أشاد بموقف اليونان وقال أنها منذ اللحظة الأولى للصراع، وأن اليونان يعني تقف بجانب أوكرانيا، وتحدث عن أن كل ليلة يتم استهداف أوكرانيا وخصوصا محطات الطاقة اللي بتعتبر هدف للاعتداءات، وذكر أن الأمر يحتاج إلى دعم من الشركاء، وأن أوكرانيا تبذل كل جهود لإيقاف الحرب. ووجه الشكر لليونان والولايات المتحدة لمساندة المبادرات الأوكرانية، وأوضح أن الحرب أثرت في مجالات عديدة جدا في أوكرانيا وتؤثر عليها اقتصاديا. إذن تم توقيع أيضا اتفاقية لتوريد الغاز من اليونان لأوكرانيا من بداية ديسمبر كما ذكر وحتى نهاية مارس 2026. ووقع الاتفاقية رئيس شركة الغاز اليونانية ونظيره الأوكراني في حضور ميتسوتاكس وزيلينسكي والسفيرة الأمريكية لدى اليونان. على طاولة المحادثات كان هناك أو تم مناقشة 3 ملفات أساسية، هي الدفاع والطاقة والدعم السياسي والاقتصادي. والزيارة دي بتأتي يعني فيما تسعى كييف إلى سماع موقف واضح من أثينا بشأن استمرار دعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والالتزام بالمساعدات المالية طويلة الأمد، وأن هذه الزيارة هي ضمن جولة أوروبية للرئيس الأوكراني ابتدت باليونان اليوم ثم فرنسا ثم أسبانيا. نعم، أشكرك كل الشكر عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا على كل هذه التفاصيل.